قبل أسبوعين سيارتي صار فيها مشكلة، أخذتها إلى محل أصلحها، سلمت على الشخص اللي موجود صاحب الدكان أو صاحب المحل، قال عليكم السلام، أهلا شيخنا، شلونك، صحتك؟ أنا توقعت عرفني، تعاملنا ماكو مشكلة على المبلغ وما شاكل ذلك. اجى شخص ثاني وياه عامل سلم علي، قال له أنت عرفت هذا الرجال؟ قال لا والله ما عرفته. قلت له لا أنت ليش قلت لي شيخنا؟ قال شفت شكلك وكذا قلت لك شيخنا يعني. قلت له جزاك الله خير الله يبارك فيك. قال له هذا كذا كذا كذا، قلت له اهلا وسهلا. الرجل قال انا اسف انا كذا، قلت له لا عمي انت ما قصرت بشيء، انا جاي اصلح سيارتي وتعاملنا انا وياك، الموضوع طبيعي جدا، استريح استريح. بين ما يصلحون السياره انا قعدت بالمكتب مالته اشوف الرجل قلق كانما خجلان من عندي يعني. اخر شيء قال شيخنا ممكن من رخصتك نتكلم بموضوع بيني وبينك؟ قلت له أنا حاضر تفضل. أدخلني إلى غرفة صغيرة كذلك داخل المكتب، قال ما أريد واحد يستمع. قلت له بيني وبينك بخدمتك تفضل. تعرف بعض الناس يخجل يتكلم بموضوع أمام الآخرين. قال أولا أنا أعتذر أنا ما عرفتك، أنا اللي أكلمك أنا مو على ولاية أهل البيت، أنا سني، أنا أحكيها مثل ما حكى لي إياها هو، واضح؟ قال أنا سني وجبت عمري إحنا بالتلفزيون ما نشوف القنوات الشيعية، قال إحنا نشوف القنوات غير الشيعية، هو عدد لي بعض القنوات ما أريد أقولهن، واضح؟ القنوات أصلا اللي ما يجيبون طاري أهل البيت عليهم السلام، قنوات إخبارية، قنوات غير دينية أصلا، واضح؟ يقول في شهر رمضان عندي ابن طفل صغير عمره 12 أو 13 سنة، التفتوا شوفوا الفطرة، احنا شو نقول؟ يا علي بايعناك وانت والينا، على الفطرة حبيناك وانت والينا، شوف الفطرة، طفل 12 سنة 13 سنة ليس بتمام عقله، عنده مرض التوحد. تعرفون مرض التوحد؟ مرض التوحد هذا الطفل ما يقبل شخص يلزمه، ما يقبل شخص، ما ينظر بعين شخص اصلا، هذا التوحد بعد مرض معروف. يقول من يصير شهر رمضان نخلي صينية الإفطار ونخليه على القنوات اللي نريدها، يقول هذا يركض ياخذ الريموت كنترول، وقت الأذان يغير القناة على قناة العراقية ويا الأذان، ويروح يصعد الدرج يوقف على 7 8 باية ويصيح أشهد أن عليا ولي الله. يقول أنا جيت الأمة قلت لها هذا بعد يحتاج نقاش، فقال إحنا من ذاك اليوم وإلى اليوم على ولاية أمير المؤمنين.